السلام عليكم البنات، عواشركم مبروكه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات، فيديو ديال اليوم اكثر من رائع. البنات حلوه بثلاثه ديال التشكيلات من عجينه وحده. البنات مذاقات مختلفه رائعه في المذاق البنات، شكلا ومذاقا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتحضروا هاد التشكيلات وينجحوا معكم. تشكيلات بساط، مقادير بسيطه. بقوا معايا تشوفوا المراحل ديالها. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي البنات هنايا جوج كيسان كاس ديال سنيده رقيقه وكاس ديال السكر كلاصي. عندي جوج كيسان الزيت البنات، عندي شويه الملحه، عندي الزبده، عندي جوج فاني وخماره وحده وربعه البيضات، وعندي كذلك كاس ديال النشا البنات. هادو هما يعني المقادير، والدقيق على حساب الخليط اللي عندي البنات. صافي بالنسبه يعني كاول حاجه بسم الله غادي نوضع الزبده، وضروري البنات الزبده تكون رطبه، يعني نكونوا محيدينها من الثلاجه قبل. صافي غادي نوضعها في الكسريه وغادي نوضع فوقها البنات سنيده، كاس ديال سنيده، ونضيف كذلك كاس ديال السكر كلاصي. نعاود معكم المقادير البنات. صافي غادي ندير رشاشه ديال الملح، ندير هاد جوج فاني البنات، صافي هنا البنات غادي نحرك هاد الزبده مزيان حتى تندمج ليا مع السكر. صافي وتطلق لينا مزيان، ومن بعد غادي نعاود نضيف العناصر الاخرى. كما ذكرت لكم البنات هاد الحلوه تجي رائعه البنات، تخرج لنا واحد الكميه مزيانه. صافي هنايا الزبده من بعد ما دلكتها مزيان وتطلقات، صافي غادي نضيف ليها هنايا الزيت البنات. عندي هنايا كما ذكرت لكم جوج كيسان ديال الزيت المائده. غادي نضيف البيض البنات. البيض يعني حتى هو يعني كذلك مخرجه من الثلاجه قبل. صافي البنات غادي نحرك حتى يندمج ليا الخليط مزيان، ومن بعد عاوتاني غادي نضيف الدقيق، العناصر اللي بقات ليا. صافي البنات هنا غادي نحاول ندلك مزيان هاد الزبده حتى تلقات ليا على هاد الشكل مزيان واندمجات مع السوائل. صافي غادي نضيف كاس ديال النشا البنات، ونضيف الدقيق البنات. حاولوا ما تضيفوش الدقيق مره واحده، غادي نديروا واحد الكميه شويه مزيانه، ونضيف واحد الساشي ديال الخميره، وإلا خصني الدقيق غادي نزيد. غادي نحاول ندخل مزيان هاد الدقيق مع هاد السوائل اللي عندي. حاولوا البنات ما تخليوش تحاولوا تخليو عفوا العجين يكون رطب شويه، ما تقصحوش. صافي البنات هنايا غادي نحاول نجمع هاد العجين ديالي ما يعني تنظن كافي داك الدقيق اللي يعني اللي ضفت العجين. خص العجين يجينا رطب. صافي يعني جمعت العجين ديالي تيجينا على هاد الشكل، تيجي رطب. غادي نفرقوا على 3 ديال الاجزاء. غادي نحضروا 3 ديال الشكيلات ديال الحلوه. هنا البنات الدقيق اللي شاط ليا يعني تقريبا نكون دخلت 1 كيلو الا ربع. صافي البنات كما قلت لكم يعني غادي نفرق هاد العجين على 3، وكل طرف غادي نزيدوه نكهه، يعني اي حاجه متوفر عندنا، يعني اي حاجه بغينا ممكن تضيفوه لهذا الخليط، راه ممكن البنات تيجي رائع يعني، وتجينا الحلوه يعني مختلفه في المذاقات. يعني كاين واحد الاختلاف كبير، يعني واخا هي من نفس العجين. غادي تلاحظوا معايا من بعد البنات علاش تنهضر. هنايا عندي كاس ديال حبيبات الشوكولات، عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو، عندي واحد الياغورت، وعندي كاس ديال الكاوكاو محمص شويه ومطحون. صافي البنات هنايا غادي نضيف هاد الكاس ديال حبيبات الشوكولات، غادي نحاول ندخلو مزيان في العجين. ومن الاحسن البنات يعني يكون عندكم في الثلاجه يكون بارد
انا راه خليته شويه هنايا فوق سطح العمل، بحال بدا تيطلق ليا مع الحال سخون. يعني غادي هاد العجين اللي درت غادي نحطها في الثلاجه حتى يعاود يبرد مزيان هذاك حبيبات الشوكولاط باش ما يطلقش ليا اللون في العجين، وعاد غادي نشكلو وندوز البنات. غادي نشكل يعني العجينه الثانيه، او نقدروا نقولوا الاولى، يعني هذيك اللي درت فيها حبيبات الشوكولاط غنخليوها هي الاخرى. صافي البنات، هنايا انا ضفت كاوكاو، كاس ديال الكاوكاو، غنحاول ندخلوه مزيان في هذا الخليط او في هذا العجين. ثم البنات عندي العجين رطب، غادي نعاود نضيف هاد شويه بقى ليا هنايا، يعني ما كاين لا شي بقى. صافي نعاود ندخلوه مزيان في العجين، ومن بعد نشكل الشكل اللي بغيت ديال الحلوه. صافي البنات، انا هنا عندي هاد الطاوه، انا يعني ما فرشت ليها حتى حاجه، يعني ما بقاش عندي قاعده ديال الطاوات، يعني نحطها ديريكت في الطلاطه، ماشي مشكل، يعني اللي عندنا نقضيو به واللي ما عندناش ماشي ضروري. صافي البنات، انا الحلوه ديالي انا هنا شكلتها على هذا الشكل. صافي نبقى مستمره تنكمل هذه الكميه كلها البنات. نتوما البنات، الحلوه من بعد ما شكلتها غادي نديرها في الفران نطيبها على عافيه متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف ما تكونش ناقصه بزاف. هاي البنات من بعد ما طابت تيجينا الشكل ديالها هكايا محمر وطايب. وانا عندي السكر كلاصي، غادي نفندها في السكر كلاصي البنات تجي هشيشه البنات، حيت يعني درنا لها واحد الكميه ديال الكاوكاو هكا، تقريبا شي كاس وجوج معالق هكاك ولا 3. المهم البنات تجي هشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحليوات ويعجبوكم. صافي البنات، انا هنا غادي نزينها ومن بعد ندوز للشكل الثاني البنات. صافي البنات، انا غادي نبقى مستمره هكا تنكمل الكميه اللي عندي. صافي البنات، هانتوما البنات كيفاش تيجي شكلها زوين وبنينه البنات، بنينه في المذاق، تجي رائعه، تجي هشيشه، تجي مرمله بداك الكاوكاو اللي فيها، تجي رائعه. هذا هو الشكل الاول البنات. غادي ندوز باش نحضر معكم الشكل الثاني. صافي البنات، هنا غادي ندير الشكل الثاني. صافي هنا غادي نضيف هاد الياغورت البنات. هنايا يعني بغيت هاد العجينه تجيني مرخوفه اكثر، تجيني يعني خفيفه ورطبه اكثر، حيت هاد الشكل هذا يعني خصو يجيني رطب ما يجينيش قاصح. هانتوما البنات كما تلاحظوا جرات ليا العجينه، نتوما بهاد الطريقه هذه غادي نضيف ليها واحد هكايا واحد الحفينه ديال الدقيق. ماشي حيت بغيت تجيني قاصحه، هي حيت بغيت تكثر ليا شويه العجينه، حيت غادي نفرقها على جوج ومن هاني تتجمع ليا شويه. هنا البنات راه ما غاديش تبقى تتلصق نهائيا. هانتوما البنات غادي واحد شويه، واحد تقريبا نص معلقه، يعني مسحت بها داكشي اللي لصق ليا في يديا. صافي وغادي نجمع الخليط، ما غنضيف ليه باقي يعني حتى حاجه. صافي البنات، هانتوما العجين ما بقاش يتلصق، تيجينا رطب. غادي ناخذ هاد العجينه البنات وغادي نفرقو على جوج. صافي واحد النص غادي نخليها البنات، نضيف ليه الكاكاو، والنص الاخر نغطيه باش ما ينشفش ليا. وهذا غادي نحاول ندخل فيها هاد جوج معالق كبار ديال الكاكاو مزيان البنات، يعني حتى يتبدل اللون ديالو. هانتوما البنات من بعد ما دخلت فيه الكاكاو مزيان غادي نغطيه باش ما يديرش، ونمسح سطح العمل. هذا سطح العمل البنات ضروري يكون مسح من الاول مزيان ومعقم. انا عقمته ومسحته مزيان البنات، يعني عاد هكايا اشتغلت فوق. صافي هنا غادي نطلق العجين البنات، هنا درت بلاستيك هكا باش يتطلق ليا بسهوله وما يتلصقش ليا فوق سطح العمل. صافي البنات، هذه هي يعني نطلق العجينه بيضاء.
صافي. ونجيب العجين يعني اللي درت فيه الكاكاو حتى هو غنطلقو بنفس الحجم ديال العجين الابيض. صافي البنات، يعني تنشوف واش يعني بنفس الحجم. صافي. ومن بعد البنات غنحيد هاد الميكا وغادي نحط وحده فوق وحدها. نتوما البنات الطريقه سهله وبسيطه. غادي نحاول نطلقوا شويه البنات. صافي البنات، هنايا غادي نكمل هاد العمليه مزيان وهانتوما معايا. صافي من بعد ما طلقت العجين ديالي تيجينا على هذا الشكل، غادي نروليه بحال هكايا. ومن بعد غادي بغيتو تروليوه النص وتفرقوه في النص باش ما يجيكمش غليظ، بغيتو تروليوه بحال هكا تفرقوه، يعني تيبقى لكم الاختيار البنات. صافي هنا غادي من بعد ما طلقتو هكا تيجبان ليا، يعني ملي غيطيب غادي يغلظ على هكا. صافي او غادي تنفخ، خصني يعني فرقتو وغادي نحاول نطلقو شويه ثاني هكايا حتى يرقق شويه على هذا الشكل. هادو هما جوج ديال هكايا ديال الكوميرات، نقول لهم كوميرات. صافي البنات، هنا من بعد ما طاب ليا نتوما تلاحظوا تيطيب تيجينا محمر هكا من التحت وطايب على خاطرو البنات. خليوه يطيب على خاطرو مزيان يطيب، يعني ما تجهدوش عليه العافيه، ولكن نخليوه عطيوه الوقت الكافي باش يطيب. هنا غادي ندهنوه من الفوق بالشوكولاته البنات، ندهنوه مزيان حتى يعني كاع يتغطى بالشوكولاط. غنجيب واحد الشيته يعني العمليه اكثر. صافي البنات غادي ندهنوه على هذا الشكل. عندي هنا شو ديال الشوكولاط، انا استعملت الشوكولاط كالا مع واحد نص معلقه ديال الزيت. صافي وغادي نغطي مزيان هاد الحربول ديالي، وغادي من بعد غادي نضيف ليه واحد شويه ديال اللي متوفر عندنا. بغيتو تضيفوا اللوز ايفيلي، بغيتو ديروا، انا ضفت ليها كاوكاو مهرمش، اللي نتوما عليكم الاختيار، يعني اللي بغيتو باش ما بغيتو تزينوه زينوه. انا زينته بهذه الطريقه. صافي البنات، هنا غادي نحاول نغطيه مزيان ونخليه ينشف واحد شويه فوق سطح العمل. ومن بعد غادي هكا نقطعو معكم باش تشوفوا يعني الشكل ديالو كيفاش تيجي. صافي البنات، هنا غادي نقطعو معكم. من الاحسن البنات يكون شي موس هكا اللي يكون ماضي. صافي البنات، هنا تيتقطع معنا بسهوله، ما تيتهرس ما والو، حيت هاد العجين ديالو تيبقى رطب، تيجي بحال شي كيك. نقدروا نقولوا المهم شويه ما تيكونش قاصح، تيجي رطب. هانتوما البنات كيفاش تيجي رائع، تيجي فيه هكايا، تيجي داك الطبقات من الداخل. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم وصفه اليوم وحلويات اليوم. نتمنى ان شاء الله الى عجبتكم الحلويات اللي حضرت معكم اليوم من عجين واحد، تبارطاجوه مع صحابكم وحبابكم. صافي البنات، هنا من بعد ما قطعت هاد هانتوما البنات هاد الشكل هذا، صافي غنقطعو. غادي ندوز باش نحضر معكم الشكل الثالث البنات. صافي البنات، هانتوما كتلاحظوا تيتقطع لينا بسهوله وتعطينا واحد الكميه كثيره وتيجي في المنظر زوينه البنات وفي المذاق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. صافي البنات، هذا هو الشكل الثاني. صافي غندوز البنات نحضروا الشكل الثالث والاخير. صافي البنات، هنايا بالنسبه للشكل الثاني البنات، انا هنايا بعد ما جبته من الثلاجه صافي كنت غادي نشكلو بواحد الشكل يعني اخر، لكن المهم فكرت انني نشكلو بهذا المرشم هذا ديال الشهده.
هذا الشكل البنات تيجي رائع، تيجي هشيش وتيجي بحال يعني تيجي فيه المذاق ديال، يعني تيجي بحال كوكيزه البنات، دوك حبيبات الشوكولات. تيجي رائع البنات. هذا الشكل عزيز بزاف على يعني يعجب الوليدات الصغار بالاخص، حيت في المذاق ديالو بحال كوكيز. صافي البنات، غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي نوريكم الشكيلات اللي حضرت معكم، او اللي حضرت من نفس العجين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. صافي البنات، غادي نديرها في الفرن طيب على عافيه متوسطه. شكلها تيجي هكا، تيجي زوينه البنات، شكل ديال الشهده ودوك الحبيبات ديال الشوكولاته هكايا، يعني فيها تجي بحال الشكل ديال الكوكيز في المذاق البنات. صافي البنات، هنا من بعد ما طابت نتوما البنات تيجي شكلها هكايا محمر. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. تجي خفيفه وهشيشه البنات، هذه جات خفيفه وهشيشه. صافي البنات، يعني غادي نحاول نزينها البناتي واحد شويه ديال الشوكولات، تيبقى اختياري. انا يعني بغيت ما بغيتوش تزينوا بغيت تخلوها غير هكا، يعني تيبقى لكم الاختيار. انا فضلت ندير لها واحد شويه ديال خطوطه ديال الشوكولات من الفوق. صافي البنات، يعني ندوز لها هكا واحد شويه من الفوق كاضافه. صافي البنات، يعني هذا هو الشكل ديالها. الشكل الاخير تنتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا هو الشكل الاخير البنات، او الشكل الثالث. صافي البنات، انا غندوز باش نوريكم الشكيلات اللي حضرت معكم بنفس العجين. هانتوما البنات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتحضروهم. هانتوما هذا الشكل اللي حضرت هكايا بالكاكاو في العجين، وفرقته على جوج. وهذاك الشكل الابيض يعني اللي ضفت ليه الكاوكاو، جا هشيش ومرمل. وطبيعة الحال الشكل اللي ضفت ليه حبيبات الشوكولات جا على المذاق ديالو بحال ديال الكوكيز. نتمنى ان شاء الله هاد الشكلات يعجبوكم. بساط، مقادير بسيطه. نتمنى ان شاء الله الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم تبارطاجوها مع صحابكم وحبابكم. ما تنساونيش البنات من التعاليق الزوينه ديالكم. شكرا لكم البنات. نتمنى ان شاء الله هاد الحلويات اللي حضرت معكم اليوم يعجبوكم. نتوما البنات، نتوما الشكلات اللي حضرت معكم تيجيو زوينين البنات في مذاقا شكلا والمذاق اكثر. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم البنات بزاف. ما تنسونيش البنات من التعليق ولي لايك البنات. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم. السلام عليكم.